السلام عليكم. نداء للسادة المدرسين المحترمين اللي على راسنا من فوق وكلنا طلعنا من تحت ايديهم، بس للأسف الأيام دي مفيش رحمة. الرحمة شوية يا جماعة. أما يبقى مصروف طالب أو طالبة في المرحلة الابتدائية أو في أولى أو تانية ثانوي 600 و700 جنيه، غير الكتب والمذكرات اللي كل يومين والتاني حضرتك أو حضرتك تطلبي منهم فلوس علشان مذكرة جديدة. إيه الكلام ده يا جماعة؟ حرام حرام. الرحمة مش لازم يا سيدي، مش لازم يا ستي تجيبوا العربية من أول سنة. وكمان أساتذة الجامعة ودكاترة الجامعة كلنا بنحترمهم وبنقدرهم. للأسف بقت المهنة عبارة عن بيزنس، كله عايز يجيب عربية ويجيب شاليه في الساحل وفي شرم الشيخ من أول سنة. الرحمة يا جماعة شوية. لما طالب أو طالبة في أولى كلية يطلب منهم في الكتاب الواحد اللي ما يزيدش عن 60-70 ورقه 300 و300 و380 جنيه، ليه؟ الرحمه شويه. احنا مش كلنا رجال اعمال، في ناس بسيطه، في رب اسره عنده بدل الطالب 2 و3 و4 في مراحل تعليميه مختلفه، هيلاحق منين؟ ظاهره منتشره الايام دي ما شاء الله. طبعا قصه السناتر كلنا عارفين فيها، وللاسف كلنا بنلجأ لها علشان عارفين ان المستوى التعليمي تعبان. دي حقيقة، مش هنضحك على نفسنا ولا هندفن دماغنا في الرمل. دي حقيقة كلنا بنودي أولادنا لسناتر، بس حرام يا جماعة. رب الأسرة مش قادر، صدقوني مش قادر. بتلاقي دلوقتي الشاب متخرج من كلية تربية وآداب، شيء كويس انه يبدا يشتغل بره بقى عن الصندوق وبره عن الحكومه، بيحاول يشوف له سنتر او درس يعمله. ده شيء كويس. اكسب يا سيدي، ربنا يوسع عليك، بس بالراحه بالرحمه. لما يبقى عندك 21 22 23 سنه ما شاء الله من اول سنه شفت المدرس فلان جاب عربيه فتذبح الناس وتدوس عليهم عشان انت تجيب عربيه؟ لا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل بني ادم ما عندوش رحمه ولا عنده دين ولا عنده ضمير وبيحاول يمص دم الناس علشان يعمل فلوس.